السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل أكلة خفيفة كنا جايبينها معاكم من أول الشهر، السمك القراميط. هنعمل سمك قراميط. بصوا، أنا مرضتش أجيب لكم الغسيل بتاعه لأن أنا غسلته معاكم قبل كده. تمام، أنا غسلاه ومنضفاه. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنعمله مع بعضنا علشان نعمل صينية خفيفة النهاردة، وهنعمل سردين بلدي برضو غسلاه ومنضفاه، شايلة الشوك من جوه. تمام، وهنعمل معاكم بطريقة حلوة. هنعمل اول صينيه السمك القراميط، وبعد كده نعمل ان شاء الله السردين. يلا مع بعض باذن الله. معانا هنا كميه توم حلوه هنحط عليها. بصوا، سمك يعني كمون وملح وفلفل بس انا حاطه قرفه وجنزبيل، لا شويه قرفه، وحاطه حبهان ورق لوري لان انا بحبهم في كل حاجه. هنحط كل الخلطه دي مع بعض. تمام، معانا هنا شويه ليمون وهنا شويه خل، بس كده. تمام، هنتبل كل السمك القراميط اللي معانا، هنتبله كله. بصوا يا جماعه عشان السمكه تشرب. شوفوا اهو. هنتبل السمك حلو قوي، حلو قوي كده كده. بصوا يا جماعه، هنغلف السمكيه لان انا ما عنديش وقت، هعمله على طول مش هنقعه يعني. كده تبلنا كل الكميه ما شاء الله مع بعض. بصوا يا جماعه، السمك يعني ازازه زيت، لازم يبقى عندك ازازه زيت في الاكله دي حالا. تمام، هنعمل السردين مع بعض. كده تبلنا ده هنركنه بالمره تتبيله واحده واحنا واقفين. هنعمل مع بعض حاجه حاجه، بس هنعمل تتبيله واحده زي ما كده تتبيلتها، ونروح رصين. بصوا يا جماعه، هنتبل يعني عندنا سمك، بدل ما ما نتبل حاجه حاجه، لا كله مع بعضه نتبله تتبيله واحده. تمام، انا بشيل الشوك من جوه. بصوا، بحيث لو عندك اطفال يعرفوا ياكلوا. ده هيتعمل صينيه وده هيتعمل صينيه، بس القراميط بقليه الاول. تبلنا كله اهو، هنروح على البوتاجاز. تمام، هروح على البوتاجاز نقلي بقى مع بعض القراميط بأمر الله. بصوا يا جماعة، احنا مولعين الطاسة هنا، هنقلي سمك القراميط، وهنا هعمل الرز. هحط له بصلة. نعمل كذا حاجة في نفس الوقت لأن أنا مستعجلة، لأن جالنا ضيف وأنا بعمل بصل كله مرة واحدة. وهنا نعمل هنا التسبيكة اللي أنا هعمل بيها القراميط، بتبقى عايزة بصل كتير. اللي أنا حاطة هنا دي، يعني هنا بصل وهنا بصل، هنا للصيادية للرز وهنا للقراميط. تمام، وهخلي دولت للصينية التانية بتاعت السردين. ما شاء الله ازازة الزيت اللي كانت معانا هي مش زي ما انا بقول لكم، هي لازم السمك يعني ازازة زيت.
بصوا هنا يا جماعه معانا القراميط ما شاء الله، هنقليها. بصوا القراميط دي، القرموط ده قرموط واحد 3 كيلو ونص ما شاء الله. بصوا هنقلي ونخلص الكميه وهوريكم هعمل ايه تاني بامر الله. انا مش عايزاه يتحمر، انا يا دوبك بديله تشميعه بس، هيستوي في الصينيه بامر الله. بصوا يا جماعه انا عايزه كده البصله تدبل. بصوا شكلها، انا مش عايزاها زي دي بتاعت السمك دي، كل ما تغمقيها ولا بيحصل اي حاجه، كل ما بتغمقيها تبقى احلى. معانا شفشق كبير طماطم هننزل بيه، ده بتاع الصياديه. تمام. وهنحط شويه فلفل وملح، ولا ماجي ولا اي حاجه. انا حاطه ملح، مش هحط ملح، هدوقه في الاخر. وهحط شويه فلفل اسود وهنقفل. وبعد كده هنركز مع السمك. كلكم عارفين السمك بيتعمل ازاي الصياديه، لان انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، لان الفيديو بيطول ما شاء الله عليكم، وانا مش عايزه الفيديو يطول عليكم. بصوا يا جماعه احنا هنعمل مع بعض السردين في صينيه. معانا جزر مبشور وحزمه كرفس واخدين منها حته، وقوطه حلق وقوطه مقطعه، وشويه بصل وشويه ليمون، توابل فلفل اسود وكمون، واللهم صل على سيدنا محمد، فلفل اسود وكمون وملح وبابريكا. تمام. بصوا الخلطه ازاي هنحطها كده. تمام. التوابل، انا بعملها معاكم بسرعه عشان ايه الوقت. بصوا هندعك ده كله بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط السردين تحت وفوق، يعني هنعمله فرشه كده. وهنرص السردين كده زي ما انتم شايفين. الطريقه دي يا جماعه جربوها، بسم الله ما شاء الله بتبقى جميله. تمام. هي كان عايز صينيه اكبر بس ايه، دي حلوه برضه. هنحط الايه الليمون، وهنحط شويه خل بس كده يا جماعه. تمام كده. وهنحط بقيه القوطه الحلقه على الوش. هو كان عايز ليمون حلق بس انا ما عنديش يكمل، بس عشان كده ده اللي انا بكلمكم فيه، اللي عندك اعملي بيه، اي حاجه عندك اعملي بيها. بصوا يا جماعه نحط حبه زيت على الوش، وهندخلها الفرن مع بعض دلوقتي باذن الله. بصوا يا جماعه كده دي التسبيكه اللي انا هعملها لايه للصياديه، للقراميط باذن الله. يتقال عليها صياديه. نحط زيت تحت عادي، وهنحط شويه من القوطه دي كان نعملها فرشه. وبعد كده هنحط القراميط، مش هنحط كتير. تمام كده.
هنرص القراميط بقى كلها. تمام، بنرص كده الصينية مع بعض اهي. بسم الله ما شاء الله. تمام كده شكلها. بصوا يا جماعة، ادي كده. هنمسك بقية الصلصة دي كلها التغذية دي هنحط على الوش، تبقى طعمها تحفة يا جماعة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بيبقى طعمها جميل. بصوا، هدخلها الفرن بأمر الله وهوريكم شكلها النهائي بأمر الله. كده خلصنا يا جماعة. ده شكل صينية القراميط. بسم الله ما شاء الله. وده السردين، وعملنا شوية رز وشوية سلطة. شكل أكلنا النهائي. اتفضلوا معانا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.